لما يكون عندنا حتة لحمة صغيرة مفرومة كده، مش عارفين نعمل بها ايه، وفي نفس الوقت مش هتنفع وجبة. تعالوا اقول لكم على مكون واحد بس هنضيفه وهتزود معانا الكمية، والطعم هيبقى جميل قوي وهيعجبكم، واقتصادية جدا، وامي دايما كانت بتعملها لنا واحنا صغيرين. نص كيلو لحمة مفرومة، وهنضيف عليها مكعب زبدة او اي مادة دهنية انت بتستخدميها. وعندك رز مستوي متبقي من وجبة، هتضيفي كوباية، وبصلاية مفرومة ناعم، وبيضة صغيرة، وربطة بقدونس نقطعها تقطيع صغير ناعم خالص. هحط التوابل، ملح وكمون وفلفل اسود. هقلبهم كلهم مع بعض لحد ما اللحمة تتسمخ. لو وصلتوا معايا لحد هنا، صلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هجيب طبق تاني كده واحط فيه معلقتين زيت، بدهن ايدي زيت عشان وانا بصبحها ما تلزقش في ايديا. وانا هنا هصبحها صوابع زي ما كانت امي بتعملها لنا واحنا صغيرين. انت عايزة تعمليها كور او اشكال تانية زي ما تحبي. اسمعوا كده، شوف الراجل بيقول ايه. اللهم اجعل زوجتي مستقرة في بيتها، آمين، ولا تجعل لها صديقة، آمين، واجعلها غير طماعة، آمين، ولا تجعلها طلابة، آمين، واجعلني في نظرها كالبدر في تمامه، آمين، ولا تشغلها بغيري ولو كان ولدي، واجعلها لي وحدي، آمين، واجعلها لرقمة جوالي ناسية، آمين، وللماركات والأسواق كارهة، آمين، وعن حركاتي غافلة، آمين، وإذا مللت منها فاقبضها إليك قبضة قوية، آمين، وارزقني أجمل منها، آمين، ولا ترزقها زوجا بعدي، آمين، اللهم آمين، آمين، الله. خلصنا الكمية اللي معانا كلها بالشكل الجميل ده، ما شاء الله عملت كمية حلوة تكفي 5 أفراد. هنجهز بقى مقادير الكفر الخارجي. كوباية دقيق وعليهم معلقتين نشا وملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا. هي امي ما كانتش بتحط بابريكا، دي انا ضايفاها من عندي، وممكن تستغني عنها عادي خالص. هجيب بيضايه صغيره، واضيف عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود، واربها كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم يا ولاد نعود نفسنا واحنا واقفين في المطبخ بنطبخ كده نسمي بالله، نصلي على النبي، ده حتى الاكل يستبارك. هفضي البيض على الدقيق واقلبهم مع بعض، وهجيب 3 طماطمات كده واضربهم في الخلاط واصفيهم كويس من التفل، وبعدين هحطهم على الدقيق واقلبهم كويس جدا مع بعض. والطماطم بتدي طعم حلو للكفتة وتخلي لونها حلو كمان واحنا بنقليها. هجيب شوية مية كده واقلب المكونات كلها مع بعض بالشكل ده. الدقيق، وازود شوية بشوية كده، كل ما احتاج ازود. لو موجود لبن بتضيفي لبن مكان المية، وهنبدأ نقلب فيها لحد ما تاخد القوام الخفيف ده، لا تكون خفيفة ولا تقيلة. دقتها لقيتها دلعة فحطيت رشة ملح وقلبتها كده، بقى جاهزة معانا على القلية على طول. فاولادي قالوا لي لا احنا اعملي لنا منها بالفيجيتار، فجبت بيضة ورشة ملح ورشة فلفل اسود وهربهم كويس مع بعض وهركنها على جنب. وجبت كيسين فيجيتار، واحد حار وواحد بارد، لا وعايزينها حارة كمان، وقلبتهم على بعض وهركنهم على جنب. قلت لهم خلاص ماشي، بس اعملوا حسابكم ان كل واحد هياكل الحاجه اللي هو طلبها. هجيب الكفته وهعمل اللي بالفيجيتار الاول عشان اسيبها على رف التلاجة على ما اخلص بقيه الكميه، عشان الفيجيتار ما يسيبش في الزيت. هحط الكفته في البيض ومن البيض في الفيجيتار. هعمل نص الكميه اللي معايا، وبقيه الكميه هعملها في العجين. هحط الكفتة واقلبها بالشكل ده، واكون مجهزة الزيت على النار، على نار هادية، الزيت ما يكونش سخن قوي. وهنزل بالكفتة، والنار بتكون هادية عشان اللحمة تستوي من جوه وتاخد لون براحتها. واول ما تبدأ تاخد لون من تحت هقلبها على الجنب التاني. يلا يا فاطمة بقى اخلصي، هنتأخر على عمي، احنا رايحين على الغدا مش على العشاء. خلاص اهو انا جايه. يلا بينا. محمد، نعم. يلا بس يلا بلاش نتأخر اكتر من كده. بص كده قبل عليا. ايه مالك؟ ابص على ايه؟ مش شايف حاجه متغيره فيا؟
حاجة ايه بس؟ حاجة زي ايه؟ يلا بقى وحياة ابوك لسه المواصلات. اخص عليك يا محمد، عمرك ما شفت قصة شعري او تسريحته شكلها ايه؟ يا خبر، انت قصيتي شعرك؟ ولابسة فستان جديد، ايه ما لفتش نظرك؟ ما خدتش بالي. وايه بقى الكلام الفارغ ده انت هايفة هيافة. لا مش هايفة، بس بشوفك وبسمعك، اذا شفت بنت عمك او اي حد لابس شيك بيلفت نظرك، الا لبسي انا عمره ما لفت نظرك ابدا، مع ان الكل بيقولوا عليا شيك. انا منكرش ده، اي حد غريب فعلا بيلفت نظري. وانا مش مراتك؟ اتحدى اي راجل بيقول لمراته كده انت شيك انت حلوة. لك حق، عشان كده لما بتشوف شكلي حلو ما بيهونش عليك تقول. كده قلينا الكفتة كلها وخلصناها، واتبقى معانا العجينة دي. هنرميها؟ لا طبعا، هنقليها هي كمان في الزيت ورا الكفتة. قسما بالله كنا بنتخانق عليها انا واخواتي من جمال طعمها، وكانت اول حاجة بتتاكل وبتخلص، فانا حبيت اعملها لولادي وادوقها لهم. وسبحان الله اتخانقوا عليها هم كمان، وسابوا الكفتة اللي بالفيجيتار واكلوا دي. وبألف هنا. ما تنسوش تصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متابعة وشير ولايك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد في رعاية الله.